التطوير بيدمر صحتنا حرفيا. وتعالى اقول لك ليه. انت عارف ان معظم الناس اللي بتعاني من الخشونه بسبب ايه؟ تعالى اقول لك بسبب ان احنا فقدنا عاداتنا القديمه، عاداتنا اللي احنا اتولدنا وتربينا عليها، بسبب وجود الحاجات اللي وفرت لنا وسائل راحة كبيرة جدا لدرجة انها بدأت تأثر علينا صحيا. وتعالى اقول لك ازاي. بسبب فقدان قعدة الحمام البلدي، وجود القعدة اللي بيقولوا عليها فرنجي، جسمنا بيفقد مرونته. بسبب ان احنا بطلنا نقعد على الطبلية ناكل زي زمان وبقينا نقعد على السفرة، الجسم بدأ يفقد مرونته. بسبب ركوبنا الاسانسير ومبقيناش نطلع على السلم، جسمنا بدأ يفقد مرونته، والقلب بدأ يضعف لان ما بقاش فيه عليه مجهود عشان يقوى. كل الحاجات دي على قد ما هي فادتنا على قد ما هي ضرتنا. الحاجات دي ما بنقولش ان هي غلط، ولكن مش بتكون لكل الناس. الحاجات دي المفروض ان ما حدش يستخدمها الا الناس اللي هي فعلا مش قادره. حضرتك انا عايز افهمك على حاجه بسيطه جدا، ودي سبب قوي جدا في وجود الخشونه في مصر، هو ان اي حركه بتحرم جسمك منها ما بتقدرش انك تعملها بعد كده، لان جسمك بيتخلص من الحركه دي عشان بيشوف ان انت مش محتاجها، ولازم تدرك ده كويس. ولو انت بتشوف الفيديو ده، جرب لو انت بتقعد تاكل على سفره وبطلت انك تقعد تاكل على الطبليه، جرب تقعد على الارض. هتعرف تربع رجليك؟ لا. ولو عرفت هتحس انك متأزم، هتحس انك تعبان مش مرتاح عكس زمان. جرب تقعد على قعده حمام بلدي، هتحس انك تعبان. جرب تطلع السلم، لو انت كنت بتطلع السلم وبقيت تركب اسانسير هتحس انك تعبان. جرب انك ترجع عادتك القديمه، هتحس انك تعبان. طب نعمل ايه؟ نعمل تمارين مرونه عشان خاطر الحاجات دي ما تأثرش علينا. انا مش بقولك ما تستخدمش الحاجات دي، ما تواكبش التطور، ولكن جرب تهتم بتمارين المرونة، لأن مهمة جدا عشان تحافظ على مرونتك. عشان لو حافظت على المرونة هتتجنب الخشونة بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. بس كده، مساء الفل.